السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدو أحداث القصة الجديدة وكأنها حدثت عام 1922. ده كان زمن اكتشاف آثار الملك الشاب توت عنخ آمون، اللي احنا بنعتبرها واحدة من أكبر مفاجآت القرن العشرين. يمكن الحكاية دي بترتبط بشكل أو بآخر بأحمد باشا كمال، اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده ووصفناه بأنه الرجل المفتون بتاريخ مصر. وعشان نعرف تفاصيل الحكاية لازم نرجع لعام 1835. في السنة دي قرر الوالي محمد علي إن هو يصدر مرسوما بحماية آثار مصر، وكانت آثار مصر ساعتها هي التماثيل والمعابد الموجودة حوالين النيل، كانت لازم تحمى من الأجانب والمهووسين بالمساخيط اللي كانت مستخبية وسط الرمل وفي باطن الأرض. والحقيقة إن المرسوم ده ما كانش هيصدر إلى النور إلا باجتهاد من رفاعة رافع الطهطاوي ويوسف ضياء أفندي. كان الشيخ رفاعة من المهتمين بآثار مصر، وكذلك يوسف ضياء أفندي اللي كان مهتم بآثار مصر الوسطى. ويظهر إن صوت الطهطاوي كان مسموع جدا، وده يمكن اللي حفز الخديوي إسماعيل بعد كده إن هو يؤسس مدرسة اللسان المصري اللي تولت نفقتها وزارة المالية. وزي ما بيقول الدكتور لؤي سعيد في كتابه كمال ويوسف أثريان من الزمن الجميل، إن المسألة كانت مسألة تعليم بعض المصريين اللغة المصرية القديمة واللغة الحبشية. والسبب زي ما بيقول الدكتور أحمد عزت عبد الكريم في كتابه تاريخ التعليم في مصر، إن كان في علاقات بين مصر والحبشة، وإن كان في التفسير إن هي إرادة الخديوي اللي كان عايز يوسع دائرة التعليم في مصر، وخاصة في جنوب الوادي معقل الآثار المصرية. وبالفعل تولى إدارة المدرسة كارل بروكش الأثري الألماني، ولاحظ إن هو بدأ الاختيار ب10 طلاب كانوا بيجيدوا الفرنسية من مدرسة المساحة والمحاسبة والمدرسة التجهيزية، وكانوا في مهمة لدراسة اللغة الألمانية والقبطية والعربية والإنجليزية والفرنسية، وكان ضمنهم وأحمد باشا كمال أول أثري مصر. لكن المدرسة دي ما استمرتش، وأغلقت أبوابها بإعاز من عالم المصريات الفرنسي الشهير أوغست ماريت. يبدو إن هو كان عايز يستحوذ على المنطقة دي من النفوذ، لكن الأمر اتغير نسبيا مع تولي خليفته جاسم ماسبيرو شؤون الأنتيكخانة أو المتحف المصري. وقتها سمح بافتتاح مدرسة ملحقة بالمتحف درس فيها 5 طلاب مصريين، وانضم لهم بعد شهرين فقط وبتوجيه حكومي 10 طلاب آخرون. إلا أن ماسبيرو نفسه اللي وافق في البداية قرر برضو إن هو يغلق المدرسة على أنه يعين الطلبة ال5 الأوائل، وإن كان حتى التعيين ده كان في حياته مؤقت. ده على الرغم أن ساعتها كان أحمد كمال حصل بالفعل على موافقة مجلس النظار، وكمان كان خصص 500 جنيه كاملة للإنفاق على المدرسة دي. أما أكبر خطوة وأفضل إنجاز هو اللي حققه أحمد كمال لما نجح في إقناع وزير المعارف بالموافقة على إنشاء فرقة لتدريس الآثار المصرية بمدرسة المعلمين العليا، وكان منها تلامذته المشاهير جدا سليم حسن وأحمد عبد الوهاب ومحمود حمزة وأحمد البدري ورمسيس شافعي وحسن كمال وأخيرا محمد شفيق غربال، وإن كانت كتير من الكتب بتضيف ليهم اسم سامي جبرة. المجموعة دي أكملت دراستها عام 1912 وفعلا نالت دبلوم مدرسة المعلمين الخديوية العليا عشان تبدأ المعركة الحقيقية للعمل في مجال الآثار. ورغم أن وزارة المعارف اختارت بعدهم بسنة واحدة 6 طلاب آخرين عشان يروحوا في نفس الطريق، إلا أن هم ما صادفهمش حسن الطالع، لأن ألغيت التوجيهات الأثرية من المدرسة عام 1914. وعشان نعرف لمحات من حياة الرواد اللي هم كانوا دفعة 1912، هنفتكر إن أهمهم وأشهرهم هو العالم الكبير سليم حسن، اللي وجد في مهنة التدريس ملجأ وطريق في مدرسة أسيوط الثانوية والمدرسة النصرية بالقاهرة. وقدم برعاية وزارة المعارف كتابه المهم تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر بالاشتراك مع عمر الإسكندراني. وكمان التحق بالمتحف المصري كأمين مساعد مع زميل دفعته محمود علي حمزة بدعم من أحمد شفيق باشا وزير الأشغال. وأوفر للنمسا والسوربون بباريس للحصول على درجة الدكتوراه.
وعاد مع مهنة التدريس في الجامعة والتنقيب والعمل الحكومي، وفعلا بقى أول مصري يعين وكيلا عاما لمصلحة الآثار المصرية سنة 1936، لكنه أحيل للمعاش مبكرا بسبب ما أشيع وقتها عن خلافه مع القصر الملكي، لكن الأرجح إن ده كان بسعي وتدبير المدير الأجنبي اللي ما كانش بيرغب في وجوده بالمتحف. ولأنه شخصية مقاتلة قدر إن هو يعود للحياة من جديد من خلال عمله الموسوعة الأشهر مصر القديمة اللي اتنشرت في 18 جزء، إضافة لكتابه المميز أبو الهول اللي صدر بالإنجليزية وترجمته لكتاب فجر الضمير لبريستيد. وكانت ليه دراسات عن كليوباترا ومدينة الإسكندرية البطلمية، واستهل وضع موسوعة عن النيل، لكن ما أسعفوش القدر لاكتمال رؤيته. يستحق سليم حسن كتير أكتر من اللي احنا بنقوله، لكن ده مش معناه إن احنا نسيب بقية الزملاء. تاني واحد هو محمود حمزة أو محمود بيك حمزة، تلميذ أحمد كمال وزوج ابنته، اللي عين مع سليم حسن في المتحف المصري، وأصبح أول مصري يتقلد منصب مدير المتحف المصري عام 1950 بحسب عدد من المصادر. ويقال إن قنيطر بمحافظة الشرقية هي بر رمسيس أو عاصمة الرعامسة وليست طل بسطة. ومن ضمن تلامذة أحمد كمال باشا الابن حسن كمال أو الدكتور حسن بيك كمال. هو واجه كتير من المتاعب أثناء دراسته للآثار في أكسفورد، فدرس الطب ووصل لأنه يكون وكيل لوزارة الصحة، لكنه أبدا منسيش عشقه القديم للآثار زي والده، فقدم مؤلفا متميزا هو الطب المصري القديم. أما سامي جبرة فكان واحد من أفضل من قدموا أبحاث رائدة عن تاريخ الملكية والعدالة ومجلس الأعيان في مصر القديمة. هو وصل إن هو يكون أمين عام للمتحف المصري وأستاذ جامعي ووكيل للمجمع العلمي ومؤسس لجمعية الدراسات القبطية وعميد معهد الدراسات القبطية. وكان تعاون مع الدكتور طه حسين لما كان بيشتغل في المنيا، وقدم اكتشافات رائعة عن تاريخ الأشمونيين. وما ننساش محمد شفيق غربال المؤرخ الكبير وصاحب المدرسة المصرية للدراسات التاريخية اللي منحت تاريخ مصر الحديث وجود وتفسير، وتكفي كلمته عن تكوين مصر. ولأن هو أدرك أن الحياة الطيبة في الوادي شروط لابد من التزامها إذا أراد أحد أن يعيش في وادي النيل. ودي صورة مبسطة للدفعة 1912 اللي مفيش تفسير مبرر في اجتماع الباقة الراقية من البشر دي في زمن واحد وظروف واحدة وتحت راية أستاذ واحد. وهنسأل دلوقتي يا ترى إيه اللي حصل لأحمد كمال؟ هنلاقيه بعدها زي ما احنا قلنا في سنة 1922 بيحاول يستثمر اكتشافات توت عنخ آمون اللي كانت أشبه بأول الغيث، وتفاوض المرة دي مع وزارة المعارف عشان ينشئ مدرسة مدة الدراسة بها تصل إلى 4 أعوام، الغرض منها تعليم الهيروغليفية والديموتيقية واليونانية والهيراتيقية. وكان في وعد بأن هو تعين أول دفعة بمصلحة الآثار المصرية، لكن اللي حصل إن ده ما حصلش في حياته. فعلا رحل أحمد كمال وما كانش أبدا مدير أو أستاذ بالمدرسة دي، لكن الأحلام لا تموت. هو فعلا ما كانش مدير للمدرسة، لكن المدرسة كبرت ونضجت وأصبحت قسم الآثار بتضم كلية الآداب، ووصلت نموها ونضوجها وتوهجها وأصبحت كلية للآثار، لا بقت كليات للآثار ووزارة خاصة بيها. ودلوقتي بنحاول بس نفكركم بالدفعة المبهرة اللي خرجت للحياة وكانت ركيزة وفتحت الأبواب لأصحاب العقول والثقافة والفكر. دي كانت قصة الدفعة 1912، والمرة الجاية إن شاء الله منتظراكم مع شخصية مصرية جميلة. المرة الجاية سلام عليكم.